سوف نتعرف هنا على كيفية حماية الجهاز من أي عملية اختراق، ويمكننا أن نقوم بذلك بعدة طرق. أول هذه الطرق تشغيل ويندوز بكلمة سر. قد لا تكون وحدك الذي يقوم باستعمال الجهاز، حيث يوجد أكثر من مستخدم آخر لنفس الجهاز، وكل مستخدم منكم له بعض الملفات الخاصة به، وكذلك له ذوقه الخاص من حيث المظهر العام لسطح المكتب وشاشة التوقف وغير ذلك. ويستطيع كل شخص منكم أن يتعامل مع الجهاز كأنه وحده الذي يقوم بتشغيله، حيث يمكننا نظام التشغيل ويندوز اكس بي أن نحتفظ لكل مستخدم بخصوصيته من خلال ما يسمونه الحساب أكاونت، ويمكننا أن نضع لكل حساب كلمة سر لكل مستخدم. يمكن عن طريق تلك الكلمة فتح نظام التشغيل ويندوز اكس بي الخاص بكل مستخدم. ولكن كيف يمكننا أن ننشئ حسابا جديدا نيو أكاونت في ويندوز اكس بي ونضع لهذا الحساب كلمة سر باسورد؟ ننقر على زر ستارت فتظهر قائمة ستارت منيو. نختار من سيتنجز كنترول بانل فيظهر أمامنا الإطار الخاص بلوحة التحكم كنترول بانل. نقوم بالنقر المزدوج دبل كليك فوق يوزر اكاونتس، فيظهر أمامنا الإطار يوزر اكاونتس. نقوم بالنقر على الاختيار Create New Account لتظهر لنا تلك الشاشة التي يسمح لنا أن ندخل فيها اسم المستخدم الجديد. وبعد أن نقوم بإدخال اسم المستخدم الذي نريده ننقر على زر Next لننتقل للخطوة التالية، حيث تظهر لنا الشاشة التي نستطيع من خلالها أن نحدد نوع الحساب الذي نريد إنشاءه، حيث يوجد اختياران. الأول هو كمبيوتر أدمنستريتور، ويعني إنشاء حساب بصلاحيات غير محدودة. يمكن عند تشغيل النظام بهذا الحساب أن نطلع على الحسابات الأخرى الموجودة بالنظام أو نتعامل مع أي ملفات موجودة على النظام. أما الاختيار Limited فيعني إنشاء حساب محدود الصلاحيات، لا يستطيع صاحب هذا الحساب إلا الاطلاع على حسابه أو التعامل مع الملفات التي قام هو بإنشائها. الآن نختار كمبيوتر أدمنستريتور ثم ننقر على زر Create Account ليقوم ويندوز اكس بي بإنشاء الحساب لنا ويظهر أمامنا على الشاشة.